زمان كانت الحكاية تبدأ من رنة راديو قديم وصوت يحكي ويسافر بين القلوب. هنا نرجعك للذكريات بصوت أوضح وإحساس أدفى. حكايات راديو زمان، مسلسلات إذاعية تعيش معاك. اشترك دلوقتي وخليك معانا في كل حكاية. سهل شوية يا اسطى والله، اعمل لك همة وصلح لي شعري ونعم لي دقني بسرعة. حاضر، هخليها لك زي الحرير زي القطيفة. اللي هيقول لي ما عندكش جورنال نتسلى فيه كده وانت بتحلق لي؟ امال يا فندم، اتفضل. مجنون يهرب من مستشفى المجانين. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه حاجة تخوف يا فندم؟ طبعا خبر يخوف. واحد مجنون هرب من مستشفى المجانين. يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه في حاجة تخوف يا فندم؟ طبعا خبر يخوف. واحد مجنون هرب من مستشفى المجانين. طب وايه يعني؟ ايه يعني ازاي؟ مش يجوز يعني يركب جنبي في الاتوبيس؟ مش يجوز يعني يقعد جنبي على القهوة؟ وافرض حصل كده هيجرى ايه؟ يجرى ايه ازاي؟ مش يجوز تجيله ساعتها نوبة الجنان ويطبق في زمارة رقبتي؟ لا، هو ما يحبش الزمامير، ما تخافش. ايه انت تعرفه؟ ايوه. طب جنسه ايه؟ شكله ايه؟ بني ادم زيك تمام، قعد في مستشفى المجانين 10 سنين وهو عاقل، لكن ما حدش عايز يصدقه، واخيرا عملها وهرب من المستشفى. طيب وهرب ليه؟ مش بياكل مجانا؟ مش بيشرب مجانا؟ مش بينام مجانا؟ هي المسألة مجانا؟ المسألة انه زهق من حياته بين المجانين، اشتاق للحرية، اشتاق لاصحاب العقول امثال حضرتك. يظهر انك انت عارفه كويس قوي. فعلا. طيب يبقى مين المجنون ده؟ انا. انت. ايوه انا. تسمح تعدل رقبتك؟ لا ابعد الموس عني يا فندم، انا حلقت لك نص دقنك ولسه النص التاني. كويس كده قوي، كويس كده. كويس كده ازاي؟ اقعد لما خلص لك دقنك. يا ناس يا عالم، في صاحب الصالون. ايه ايوه نعم يا حضرتك. نعم. ازاي تشغل عندك واحد مجنون زي ده؟ ازاي تسلمه موز يقطع بيه رقاب الناس؟ مجنون؟ انت مجنون يا اسطى اسماعيل؟ سابقا وشرفك، انما حاليا ما تصدقوش يا حضرتك. اهو ده طالع من المورستان، الجورنال اهو. اتفضل اهو. غريبه دي. انت اللي هربان من المورستان؟ ابدا. امال ازاي قلت لي انك بتشتغل حلاق من زمان؟ كنت بتحلق لمين؟ لزملائي سكان المورستان. سيادتك مش بتسمع عن واحد حالق عباسية؟ اهو انا بقى مخترع حلاقة العباسية دي. الله، ورحت المورستان ليه؟ كنت مجنون؟ امال يعني رحت بعثة؟ طيب وايه اللي جننك؟ اقول لك بقى، انا اتجوزت واحدة كان لها بنت كبيرة. ابويا شاف بنت مراتي عجبته قام اتجوزها. بالشكل ده اصبحت مراتي حمات حماها. وفي يوم بنت مراتي اللي تبقى يعني مرات ابويا خلفت ولد. الولد ده بقى اخويا لانه ابن ابويا، لكن في نفس الوقت كان حفيد مراتي وانا بقيت جد اخويا. لا معقول. وبعد مدة مراتي خلفت ولد، وبالشكل ده اصبحت مرات ابويا اخت ابني وفي نفس الوقت جدته. لحد كده مفهوم؟ اوي. هو في اوضح من كده؟ ربنا يكملك بعقلك. عن اذنكم. استنى يا حضرتك. ما استناش. دقنك لسه ما خلصتش. ان شاء الله ما خلصت. هو انا مستغني عن عمري؟ لا حول الله. مجنون يمسك موس ويحلق للناس؟ مش يمكن يستلطف رقبة واحد يروح مطيرها له؟ سلام عليكم. يا حضرتك. بذمتكم يا عالم، لما الراجل ده يخش بيتهم حالق نص دقنه والنص التاني ما اتحلقش، يبقى هو اللي مجنون ولا انا اللي مجنون؟ ما هو الراجل معذور يا اخي، ما دام هربت من المستشفى يعني لسه تحت العلاج، لسه ما خفتش. ما خفتش ازاي؟ انا صحيح دخلت المستشفى وعقلي تعبان، لكن دلوقتي عقلي خف خلاص والله. مش معقول ابدا. لو كنت خفيت كانوا افرجوا عنك ولا هربتش. ما هو كانوا هيطلعوني من زمان، بس خفت من الكلب اللي بيلعب قدام المستشفى. وخفت من الكلب ليه؟ بقى انا في المستشفى كان بيتهيألي ان انا حتة عظمة. عظمة؟ ايوه، لكن اخيرا عقلت وعرفت اني مش عظمة. الدكتور كتب لي اذن بالخروج، لكن كل ما ابص من الشباك والاقي الكلب في الشارع اخاف على روحي واقعد في المستشفى. ليه بس يا ابني؟ ما دام عقلت وعرفت نفسك انك مش عظمة. ايوه، انا عرفت اني مش عظمة،
لكن ايش عرفني اذا كان الكلب عرف ولا لا؟ اسم الله عليك. ها وبعدين بصيت امبارح بالليل من الشباك، ما لقيتش الكلب في الشارع. اتسحبت رويدا ونطيت من السور وهربت. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ويعني بقى ما لقيتش غير الصالون ده تشتغل فيه. طب اتفضل على فين؟ اتفضل امشي من هنا. انت عايز تجيب لي مصيبة؟ يلا يا حبيبي يلا. يا راجل خليك عاقل، قلت لك ان انا خفيت، والله خفيت. انت هتمشي بالذوق ولا لا؟ لا. طب استلم بقى. هو ساعدني يا اسطى انت وهو. ايه ده؟ هو الصالون انقلب عربية كلاب ولا ايه؟ يا ناس بقى دول عاقلين؟ سايبينهم الناس ازاي دول يهوهوا بالشكل ده؟ يا اخينا حرام عليك، صوتنا اتنبح من الهوهوة. هتمشي ولا اندهلك العسكري؟ ولا عسكري ولا جمبري. هو انا مستغني عن عقلي علشان اقعد معاكم يا سعرانين؟ يمكن يتهيأ لكم ان انا حتة عظمة وتقرقشوني. بقى كان لازم تقول لهم انك كنت مجنون. وفيها ايه لما قلت لهم كده؟ هي الصراحة عيب. انا راجل صريح، ما احبش الغش، ما ارتاحش في الكذب. ودلوقتي مرتاح بسلامتك لما قطعت عيشك بطولة لسانك؟ هتصرف علينا منين دلوقتي؟ يفرجها ربنا يا حرامنا المصون. انا صحيح ما عنديش فلوس، لكن عندي مبادئ. ما عشان تاكل عيش لازم تكون حادق ونبيه. الشيء اللي يخوف الناس ما تجيبش سيرته. اكتر الناس ما يحبوش الصراحة، بيحبوا الكذب والغش، بيغشوا نفسهم. حتى تلاقي راجل شايب وكهنة يصبغ شعره عشان يتهيأ انه لسه شباب. الدنيا كده يا اسماعيل، الناس تحب كده. لكن انا ما احبش كده، انا ضد كده. لكن عشان خاطرك وخاطر ابني الصغير، حد ذمتي اجازة كده كام يوم لحد ما اشتغل، عن اذنك مؤقتا. رايح على فين؟ رايح اشتغل، بس مش هشتغل مزين. امال هتشتغل ايه؟ انت عارفة ان صوتي حلو، وكان نفسي ومنايا اطلع مغني. ما انت سمعتيني لما غنيت في ليلة ميتم حماتي؟ ده انا من كتر معزتي ليها فضلت اغني لحد ليلة 40. نهايته الله يسامحك بقى. ومين اللي هيشغلك مغنواتي؟ انا هشغل نفسي. هو العمل عيب؟ ده العمل شرف، العمل واجب. بس هتشغل نفسك ازاي؟ هتعمل شادر وتغني فيه؟ لا، هشتغل في مسرح نجوم الظهر. امبارح قدمت طلب للمدير، وبكره هروح استلم الشغل. ربنا يخبز لك العيش. عيش وبس، عيش وبقلاوه وبيتي فور وما اشبه ذلك. هغني بكره ترلم ترلم، وبعد بكره ترم ترلم، وريني وشك اوام يا بكره. هغني بكره هغني بكره. الو. ايوه يا فندم، هنا مسرح نجوم الظهر. انا سرحان شعلان المدير العام الفني. افتح انت. سيادتك ما بتقراش جرايد؟ الاعلانات في الجرايد بتقول النهارده الافتتاح. نعم. عايز ايه؟ تحجز بمناسبة ايه؟ مديونين لحضرتك؟ سيادتك واخد حكم نفقة على المسرح؟ باردون، سيادتك عايز تحجز كراسي للحفلة. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. شباك التذاكر مفتوح طول النهار. مع السلامة يا فندم، تشرفنا جدا جدا يا فندم. نبدأ البروفة النهائية يا أستاذ سرحان؟ طبعا ما عندناش وقت. يلا يا ميكانيست انت وهو ركبوا الديكور. انت يا استاذ اللي هناك، فين شنبك؟ فين دقنك؟ وزومهم ايه الدقن والشنب يا أستاذ سرحان؟ يا عواصف يا رعد يا بر يا مطر يا استاذ يا ارتست يا فنان، انت هتمثل دور جعفر البرمكي. جعفر البرمكي ما كانلوش دقن وشنب؟ لا ما كانلوش. امال كان سبور؟ يا لمهزلة الفن، يا لمسخرة التمثيل. اعمل دقن وشنب يا استاذ بسرعة، دقن وشنب، مفهوم؟ طب ما تسخطش، الجعفر البرمكي كان له دقن وشنب.
مين اللي قال كده؟ وكان ساكن جنبه؟ يا ملين يا رب، اللهم اجعل في وجهنا القبول. حد يقول الكلام ده يا عالم؟ مغني جامد زي حالاتي يلطعوه على الباب في عز البرد ساعتين؟ يعني ايه؟ هو انا جاي هنا متطفل؟ جاي استلف؟ ده انا مقدم طلب للمدير. يا الله يا اللي هنا، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ يلا يا اساتذه، يلا يا استاذات، البروفه هتبتدي حالا. يطلع مين ده؟ ده لازم المدير. يا حضرة، يا سيدنا الفاضل يا محترم. ايه عايز ايه؟ تبقى ايه؟ قلبت دماغي سورت وداني. يا فندم انا جاي علشان مفيش على الله. على الله. انت فاكرني شحات يا حضرة؟ انا راجل فنان، انا مطرب شنان رنان، محسوبك اسماعيل ابو نبوت جزر، الملقب بالبلبل المنتظر. تشرفنا. وبتشتغل ايه بقى؟ حنوتة فرنجي؟ هو في يا فندم حنوت يسموه البلبل المنتظر؟ تشرفنا يا فندم. وبتشتغل ايه بقى؟ حنوتة فرنجي؟ هو في يا فندم حنوت يسموه البلبل المنتظر؟ وهو فيه مطرب يسموه اسماعيل جزر؟ فيه بني ادم اسمه جزر؟ يا سيدي اعتبرني جزر، اعتبرني شرش، المهم تسمعني. انا مش فضيلك، انا وقت من دهب. اهو الاستاذ سرحان المدير الفني جه اهو، اعرف شغلك معاه. امال انت تبقى ايه؟ انا ريجيسير وممثل وضامن جنة. حل عني بقى يا حفيظ يا مغيث يا ساتر. ريجيسير؟ يا اخي سير يتلف على رقبتك، ايه الراجل اللي اخلاقه صعب ده؟ بروفا يلا، بروفا يلا، بروفا. يا فندم سيادتك المدير، يا انا صواعق يا رعد يا عواصف يا مطر يا منجي يا رب، اللهم اجعل كلامي خفيف عليهم. يا سيادة المدير انا انت ايه؟ انا يا فندم ولا فخر ابقى. انت ايه؟ بسرعة شوية. انت تبقى ايه؟ بس حلمك عليا يا استاذ. مفيش حلم، احنا هنا مش بنحلم، احنا بنشتغل. انت رد، انت ايه؟ مغني يا فندم، مغني بتطرب الناس يعني؟ امال بعور الناس يا فندم، بطربهم برقصهم من الطرب. وجاي ليه؟ عايز ايه؟ عايز اشتغل. تشتغل مغني؟ امال يعني هشتغل عتقي؟ طبعا يا فندم مغني، انا بغني للجمهور. يا لين صوب يا اخي في عرضك بس يا اخي. الله ايه ده؟ اسمح لك بالنيابه على الجمهور، اطلع بره. ليه؟ دي انا ليا لكرامتي، انا ليا كرامه، انا اسمي البلبل المنتظر. اطلع بره، خلاص تطلع بره. خلاص يا فندم طالع. هو اكل العيش يبهدل الواحد بالشكل ده؟ طب والله العظيم لا انا مخليه يسمعني ورجله فوق رقبته. يا حضرة يا استاذ. الحمد لله وصلت قبل ما تبتدي البروفة. مش قلتلك ما تخافيش؟ العربية بتاعتي وربنا المعبود اسرع من الصوت. انا كمان سواق معتبر، سواق بريمو. ما انا عارفة يا زوجي العزيز. يا خبر، ايدي زي التلج وقلبي زي الترومبيطة. ليه يا حبيبتي كفل الشر؟ عندك في انفلونزا؟ لا، اصل الدور اللي همثله دور صعب قوي. ولا يكون عندك جنس تفكير. يا سلام، وربنا ساعة ما هتهل على المرصح ده خليه ينهد. ينهد بالتسفيق. امال ايه؟ حكيم احنا نسقف كويس قوي، وهجيب كل المعارف والاصحاب معايا. انت عارفه بقى اصحابي كل واحد منهم الصلاة على النبي كفه زي لوح العجين. كل ما هتقولي كلمة هيسقفولك وهيعملولك حتة سكسيس. سكسيس ايه يا محبوب؟ سكسيس. الله، طب ما انا عارف. تفهم ان جوزك المعلم محبوب المقاول المشهور راجل جاهل؟ ده انا راجل مسقف، وربنا اللي نازل هتشوف التسقيف بتاعي هينزل على دماغي شكله ايه. انت هتاخدني في دوكا يا سي محبوب؟ انت مش وعدتني تشتريه اسوره الماس حلاوه مكسبة العقاري؟ ولما تفكريني يا تفاحه، ده انا كل ما افتكر الحكايه دي بنغم. بتتغم؟ حد يتغم من المكسب، من الفلوس؟ انا هفهمك بقى. الورقه اللي كسبت البريم وال10,000 جنيه يعني
كان ليا فيها شريك، واد مزين كده غلبان اسمه اسماعيل جزر. طب وماله، هو 5000 وانت 5000 بطالين. يا اخت انا في عرض 3000 بس، هما فين؟ يوم ما طلعت النمرة في الساحل خدت فرقة طبل بلدي وطيران على بيت اخينا المزين. سألت عليه قالوا صاحب البيت طرده عشان ما بيدفعش الأجرة. فضلت ادور عليه في سلقط في ملقط، مفيش فايدة، الارض بلعته. مات؟ ما ماتش، يظهر انه لطش البريمو وطفش. وانت كنت شايل معاه الورقة؟ اصل صاحبي من زمان كنت فاكره بقى امين وابن حلال، لكن طلعت كروديا. اخ يا نار لو يقع في ايدي. يا خيبتك يا جوزي يا خيبتك. الله. عليا العوض في الاسوره الالماس. الحمد لله، فضلت ورا المدير لحد ما خليته يسمعني بالعافية، واخيرا اقتنع وعيني فراش. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قول من رب الرحيم يا حامل حمى يا رب. في ايه عفريت؟ البريمو جت لحد عند برجليها. اهلا يا سمعة. مين؟ المعلم محبوب النواعمي. سلامات يا راجل، ازاي صحتك؟ اهلا بيك. كل ده ما يهمنيش يا عم، شوف بقى طمني قبلك. على الصحة؟ لا، عن الورقة اللي اشتريناها شركة انا وانت. مالها بقى مش عارف مالها؟ هتستعبط ولا ايه؟ كسبت البريمو. 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ امال ايه؟ وصرفتها بقى حضرتك ولهفت نصيبي. انا ناسي بالمره حكايه الورقه دي والله. ايه ده يعني ما صرفتهاش؟ هاش. امال هي فين؟ ناولها لي بسرعه. في جيبي. يا حلاوتك يا ننوس عينك، ربنا يطول عمرك. طلعها يا اخويا طلعها. يا خبر اسود، يا الورقه جرالها ايه؟ سيبت مفاصلي. قول. دي كانت في الجاكيته التانية. طب وفين الجاكيته التانية؟ بعتها لواحد بياع ربابيكيا من 5 سنين. يا نيبتك يا وكستك، ربنا ياخد اجلك. ما حدش هياخد اجلك غير انا. دول 10,000 جنيه وربنا لا اقطعك 10,000 حته، تبقى الحته تقف عليا بجنيه. الحته فيا بجنيه؟ ده انا على كده اغلى من اللحمه الضاني. انت عايز في الدنيا تنيل ايه؟ انت وش فلوس انت؟ وهي الدنيا فلوس بس يا هانم؟ طبعا، اللي معاه الجنيه اسم الله عليه، واللي ما حلتوش الجنيه اخيه عليه. يا عيني على المبادئ. بقى شوف يا استاذ. نعم. شوف يا فندي، شوف يا. نعم. الورقه دي كوم ورقبتك انت كوم. ورقبتي؟ انت عاوز تحش رقبتي؟ طبعا، ناولني رقبتك عشان ام علي تسلم عليها. وام علي دي تبقى مين؟ السكينه دي. سكينه؟ يعني هندبح قبل ما استلم الوظيفه؟ وظيفه؟ انت اشتغلت هنا اهو على وش شغل يعني. عال، وانا كل يوم هنا، وانا هستقيل من هنا طيران يا نفر. هو انت ليك في كل خرابة عفريت يا اسماعيل؟ اعمل ايه في بخت المهربد؟ الراجل محبوب ده بقالي 5 سنين ما شفتش وشه، يقوم في اللحظة اللي هستلم فيها الشغل الاقيه طلع لي من تحت تقاطيع الارض. لكن ازاي يا خايب يا نايب تحط الورقة اللي تكسب 10,000 جنيه في جاكيتتك؟ ما هو بيني وبينك ما كانش حيلت غير الجاكيتة دي، بستعملها خزنة ومكتب ودولاب ونملية وفرش وغطا، وبعدين ربنا رزقني بجاكيتة انضف منها، رحت منزل الجاكيتة القديمة في المزاد. اول ما شافوها بتوع سوق الكانتو لغوا المزاد وعملوا عليها مناقصة، كل واحد فيهم بقى يقلب فيها وينقص السعر. بعتها لاخر واحد حضر المناقصة قبل ما يجي غيره وينقصها كمان وكمان، ومن لهفتي نسيت الورقة فيها. كبد عليك وعلى بختك المدوحة. سيبك يا شيخة، بريمو ايه ومكسب ايه؟ هو القرش لو ما كانش الواحد يكسبه من عرق وشقاه يبقى له طعم؟ على رأيك. وناوي تعمل ايه بقى دلوقتي؟ والله واحد ابن حلال هشغلني تمرجع عند واحد دكتور. ربنا يستر ولا نلاقيش المعلم محبوب من ضمن العيانين. لا، ما هو حل محل في مستشفى المجانين. ازاي؟ اول ما عرف ان الورقة اللي مشاركني فيها ضاعت مني وال10,000 جنيه طاروا، عقله طار وراهم. تصوري الفلوس بتعمل ايه في مخاليق ربنا.
ياني يا جدع يا تمرجي. يا تمرجي يا فندم، يا نعمين، نعم لحضرتك ونعم لحضرته. هو يا ابن الدكتور اتأخر كده ليه؟ بيمر على العيانين اللي من منازلهم. يعني هيجي امتى؟ زمانه جاي، نزعوا شوية وسلوا نفسكم على بال ما يجي. لا حول الله يا رب. سلامتك انت وهو، انت بتشتكي من ايه؟ من المدعو القلب والمدعو الشيخوخة. بذمتك يا اخويا انا وشي شيخوخة؟ لا لا ابدا، ده انت صغير جدا، دي رجليك هي اللي شايلاك. عندك نظر يا ابني، لكن اعمل ايه في اسمتي؟ لفت على دكاترة البلد دكتور وكلهم يقولوا لي لا لا لا، شد حيلك يا والدي. اخرس، انا والدك يا قليل الادب. ده انا ما جيش من ولادك. طيب يا سيدي، حقك عليا، لا مؤاخذة يا ابني. قول لي بقى، الدكاترة قالوا لك ايه؟ كلهم قالوا لي لازم تستريح. استريح ازاي؟ هو انا فاضي الصبح عند بورصة الأوراق المالية كويس، وبعد الظهر بروح المكتب. حكم أنا باش مهندس. ما هو باين يا فندم، الهندسة باين عليك خالص. تشكر يا عزيزي. وبالليل ما بنامش. ايه، من الأرق؟ لا، من الورقة، من الكوتشينة. بسهر للصبح ألعب بكر وبكراه. ما شاء الله على النشاط. وسيادتك انت كمان بتشتكي من ايه؟ من المعدة والمصارين. بتاكل كتير؟ يا حسرة، هو انا لا اكل؟ ايراد عمارتي كان 1000 جنيه في الشهر، نزل بعد التخفيض وبقى 800 بس. ال800 يكفوني اكل بذمتك؟ لا ابدا، دول يا دوبك تقزقز بيهم لب. من يوم التخفيض وانا ماسكني المغص والوجع. يا مصاري. يا قلبي. تسمحوا لي بقى اكلمكم بصراحة؟ اتكلم يا سيدي اتكلم. احب اقول لك ان الامراض اللي عندكم دي ما هيش في القلب ولا في المعدة ولا في المصارين. امال فين؟ في الدماغ يا فندم، في الدماغ. في الدماغ ازاي؟ هو احنا عندنا صداع؟ ايوه، عندكم صداع مالي، مغص انتهازي، ألم استغلالي. دماغكم مشغولة بالجري ورا الفلوس، بتفكرهم في الفلوس وحمى الفلوس وبس. هو اللي جاب لكم وجع القلب والمعدة. العلاج الوحيد اللي يشفيكم هو القناعة وحب الخير للناس. إذا عملتوا كده مش هتحتاجوا لدكاترة ولا روشتات ولا أجزخانات. أقول لك الحق. قول يا أخويا قول. عندك حق. وانت؟ كلامك عجبني. هنعمل بنصايحك. حد واخد منها حاجة؟ سلام عليكم. عليكم السلام. على مهلك يا عم، اوعى الشيخوخة تقع منك. الدكتور من فضلك، الدكتور عايزه يشوفني حالا. انا بتألم، انا هموت. بعد الشر يا ست هانم، انت عندك ايه؟ الكلى تعباني والدكاتره تعبني اكتر. ازاي بقى؟ كل ما اروح لدكتور يقول لي ما تسهريش. اخر واحد قال لي ترتاحي شهر في الفرش. مش ممكن شهري بحاله ما اسهرش ما العبش كتير. شهر علشان الكلاوي يرتاحوا ويشتغلوا كتير يا هانم؟ مش قادرة تقعدي شهر عن الحياة المتعبة والسهر وعايزة الكلاوي دي تخف ازاي؟ ايه ده؟ انت تمرجي ولا دكتور؟ يا فندم انا بكلمك لمصلحتك. الكلاوي وظيفتهم تنظيف الجسم من السموم، نقوم احنا نديهم السموم بايدينا؟ الشرب والسهر طول الليل، وبعد كده الواحد يقول يا كلوتي يا معدتي. اذا كنت عايزة تعيشي لازم ترتاحي غصب عنك. مفيش سهرات، مفيش حفلات، مفيش مساخر، وبغير كده لا الدكتور ولا دكاترة الدنيا كلها هتقدر تبعد عنك عزرائيل. عزرائيل؟ ايوه عزرائيل. ايه رأيك بقى؟ ترتاحي شهر في الفرش ولا ترتاحي على طول في القرافة؟ يا مامي انت خوفتني، انت رعبتني. لكن ما حدش كلمني بالصراحة دي زيك. انا هجرب النصيحة بتاعتك ومش هستنى الدكتور. باي باي.
باي باي. مع السلامة يا اختي، مع السلامة. الو الو. ايوه لسه الدكتور ما وصلش. ايه عندك تلبك في المعدة؟ يا اخي اشرب شربة. عايز تضيع وقت الدكتور في شوية تلبك؟ بلاش غلبة بقى واشرب شربة. خلاص مع السلامة. سعيدة سعيدة دكتور. ايه الحكاية؟ مفيش عيانين ولا ايه؟ محدش جه العيادة؟ يوهو جم ناس كتير جدا وريحتك منهم. ازاي؟ عالجتهم. انت عالجتهم؟ ايوه من غير دوشة ولا عملية ولا حقن، عالجتهم نفسانيا بدل ما يقلبوا دماغك وضيعوا وقتك. ده شيء جميل قوي. متشكر يا دكتور، انا عملت الواجب. واجب ايه يا حيوان؟ الله، تطفش العيانين من العيادة وتقول لي عملت الواجب؟ والعيادة تطلع مصاريفها منين؟ ها؟ انت هتاخد مهيتك منين؟ من حضرتك. وحضرتك هيدفع لك منين؟ اذا كنت انت حضرتك بتهرب العيانين، انت ما تنفعش عندي خالص. ما تنفعش انت مرجي. امشي اطلع برا يا فندم، حلمك شوية. اطلع برا يلا. اما صحيح يا اخواتي، خير تعمل شر تلقى. اما دي حاجات تجنن. انا مجنون مجنون مجنون. وعندك 2 شاي حليب زيادة وواحد مظبوط بن تقيل وواحد أزوزة وسمنة. كوتشينة دش. لا شيش بيش. بقول لك دش. ارمي الزهر تاني بس من غير ما تقرص. حاضر يا سيدي. رمينا الزهر تاني اهو. دش برضه. مش بقول لك. دي حاجة تجنن. ده شيء يطلع الروح. معلش يا سيدنا الافندي، حصل خير. خير؟ البلاوي اللي نازلة ترخ على دماغي دي كلها تبقى خير؟ ده انا من ساعة ما خرجت من بيتنا لحد الساعة دي وانا عمال استلقى وعدي من كل واحد شوية. شايف عيني مزرقة ازاي؟ ياه، من ايه ده؟ تصور يا اخي، ماشي في الشارع في حال سبيلي لا بيا ولا عليا، وقابل لك شحطين طوال عراض ماسكين في زمارة رقبتي وفين يوجعك. خد يا سي علي، ودي في جنابك يا سي علي. وانا لا اسم علي ولا عمري قعدت مع واحد اسمه علي، لكن اهو قال ايه، انا وسي علي نبقى الخالق الناطق زي بعض. لا حول ولا قوة الا بالله. القصد جت سليمة يا سي علي. سليمة؟ علي مين يا جدع انت؟ انت كمان بتقول لي يا علي؟ انا اسمي اسماعيل ابو نبوت. عدم المؤاخذة. اجيب لك بقى واحد ليموناته كده يروق دمك؟ متشكر، مفيش لزوم. تصور قبل كده بساعتين رحت ادور على واحد معرفة ساكن في الانفوشي، ويا دوبك بقيت في نص الشارع والاقي لك واحدة ست راحت طبقة في زمارة رقبتي. الحقوني، ظبطت الحرام اللي سرق اللحاف. وعدوك عينيك ما تشوف الا النور، اللي يتمطع ويديني بالقلم على قفايا، واللي يديني بوكس في اسناني، واللي يتعازم ويلهفني بالشلوت. واخيرا اتلموا عليا عيال الحتة وزفوني حتة زفة. يا قوة الله، حرام اللحاف اهو، حرام اللحاف اهو. ولولا ربنا انقذني وبعت لي واحد صاحبي نجدني من ايديهم كنت زماني مشرف دلوقتي في سجن الحضرة. لا اسمح لي بقى يا حضرة، انت وشك وش تعب. وش تعب؟ قول وش نكد، وش تهم. بيقولوا يخلق من الشبه 40، لكن من بخت الاسود يا اخينا ان ال40 اللي شبهي دول كلهم حرامية ونصابين وخطافين. والدقة على دماغ مين؟ على دماغي انا. يا جاه النبي. طب يا اخي ما تشوف لك طريقة في وشك ده. اعمل ايه؟ ادهنه بويا؟ اقايد عليه؟ ما يحصلش مثلا واحد يقابلني ويلاقيني شبه واحد صاحبه عامل له عزومة ياخدني بداله، واحد عليه فلوس لواحد يشبهني يقوم يدفعهم لي انا؟ مستحيل. ما صادفنيش الا بنيات وروسيات وبستفة، مرة علشان شبه سي حسن ومرة علشان شبه سي عاشور. يا اهلا يا اهلا يا اهلا، يا صباح الفل يا سي شحاتة افندي. سي مين يا اخويا؟ شحاتة؟ انا سي شحاتة؟ شحاتة مين يا راجل انت؟ ده اسماعيل افندي. اسماعيل افندي؟ اما اخواتي النصابين دول لهم تفانين. قال ايه حريته اسماعيل افندي؟ بتستحمرني جنابك وانا مش عارف اميز بين شحاتة افندي وبين غيره. ده زبوني، زبوني
فضل يجر لحمة من عندي لحد ما بقى مديون لي ب960 ساغ. وفين شحاتة افندي؟ عزل شحاتة افندي. الله ينكد عليك يا شحاتة افندي. لا يمنع على 960 ساغ يا شحاتة افندي. يا راجل فتح كويس، دي خلقة شحاتة افندي، دي هيئة واحد بياكل لحمة. اسمع يا شحاتة افندي، انا وحش، انا عصبي، انا ايدي طويلة، لا يمنع على 960 ساغ. احلف لك بايه؟ انا مش هباب افندي، انا مش شحاتة افندي والله. انت عايز تاكل بعلي حلاوه؟ لا حول الله يا رب. ده انا اعملك بلوبيف، ده انا اقطعك ترنشات. الله، ايدك على 960 ساغ يا سيدي. والله العظيم انا اسمي اسماعيل، صدقني يا معلم. فشه فشه؟ فشه. ايه وعامل نفسك غشيم عن اسمي كرشه يا شحاتة افندي. يا اخواتي انا في عرض جاه النبي بقول لك انا اسماعيل يا راجل، اسماعيل. لا شحاتة، اسماعيل وعض في الارض. شحاتة وتشاهد على روحك. يا ابو ليك يا عالم، الحقوني اهو. راجل متوحش. اسماعيل يا زلط، اسماعيل يا زلط. طيب طول بالك يا شحاتة افندي. لا اله الا ان ما الله. خليتك كفتة، ان ما نيمتك الليلة في الكراكون، نهارك اسود يا شحاتة افندي. راجع لك تاني. رجعت المية في زورك يا وابور الزلط. كانت روحي هتطلع في ايده يا سيدنا الافندي. معلش، حصل خير يا شحاتة افندي. وبعدين معاك انت راخر، قلت لك مفيش شحاتة، اسماعيل جزر، اسماعيل. عدم المؤاخذة، صلح هدومك بقى كده وروق دمك. هو انا بقى فيا نقطة دم؟ اقول له اسماعيل يقول لي شحاتة، وواخد كمان منه لحمة ب960 قرش. والله العظيم بقالي 960 يوم ما دقت اللحمة. خلي مرة نخنوخ افندي. ايه نخنوخ افندي؟ يا رضا، ادي اللي بقيت نخنوخ افندي. انت بتتكلم ايه يا خواجه؟ مش شغلك، انا كلمته مع نخنوخ افندي. نخنوخ مين ده يا تنخنخ عيشتك؟ انا من دقيقة واحدة كنت شحاتة، اوام بقيت نخنوخ. انت ما بتشوفش يا خواجه؟ اسماعيل افندي مش نخنوخ افندي. اسمع، انا عرفته دي اسمه بنطلون، عرفته كمان دي اسمه نخنوخ. الله، بالعافية نخنوخ. الله، ده هينخنخني. نخنوخ، افتخنوا عينك، انا معايا واخد سكينة. الله اكبر، اهو نخنوخ ده اللي هيخلص عليا. كتستريبساس. خدريتك نخنوخ، امسكته من الدكان بتاع لانا. جبنة الرومي، انا جبنة بيتا، يا نهار اسود، زيتون، انا ساردين، مكرونة، كله سوكك دي سوكك ري. وبعدين خدريتك هربته موسدفاتو برادس. تلاتوسر دور عليك نخنوخ افندي. وبعدين بقى انت هتغور من قدامي ولا لا؟ لا، اتفقتوا حساب بعدين انا غور. هات. عاوز هات؟ طب خد. خد يا ماما يا مريكا بتاع الام بتاع لانا، يا المناخير بتاع لانا. سيبتوا لانا يا نخنوخ، عملتوا معروف. اسمع يا خواجه، انت تعرف تعمل وابور؟ عرفته. توت فيس واريك لك يا رصيف. يا سلام، جدع يا سمعة، عرفت تخليه يجري منك صحيح. اعمل ايه بس؟ اقول له اسماعيل يقول لي نخنوخ. ايه الهدايا اللي عمال استلمها دي؟ حد يقول كده يا اخواتي؟ نخنوخ يشكك واسماعيل ينضرب. اسمع، جنب القهوة دي واحد مزين انما شاطر قوي. تعالى اوديك عنده ويركب لك دقن عيرة وشنب عيرة عشان تغير تقاطيع وشك المنحس ده. امري الى الله، يلا بينا. يا ولية انت هتفضلي سحباني وراكي كده لحد فين؟ رجليا وجعتني من كتر المشي واللف والدوران. هو فين جوزك المطلوب القبض عليه تنفيذا لحكم النفقة؟ انا عارفه بقى راح فين. يا بخت المهبب يعني، واحده زي انا زي الورده يتجوزها واحد ما يستاهلهاش زي المضروب جوزي بيومي، يسيبنا رن كده ولا يصرفش عليا ولا على اولاده. انت مخلفه منه ولاد؟ امال ايه يا شاويش؟ شنتوري وبنزهير وعيشه وفاطمه واحسان ومحرم وصفر ورجب وشعبان ورمضان ويناير وفبراير ومارس وابريل، يعني مخلفه سنتين. يا ناري، يا ناري، بس لو ايدي تتلايم عليك يا بيومي.
بس يا عم اهو دلوقتي الجن الازرق مش هيعرف انت مين. فعلا وشك اتغير خالص بعد ما ركبت الدقن والشنب. ربنا يجيب العواقب سليمه يا اخ. إيه ده؟ والله وقعت في ايدي يا سبيومي. امسكوا يا شاويش امسكوا. ايه ده؟ بيومي مين يا ست انت؟ هو ده المدعو بيومي جوزك؟ هو بعينه يا شاويش. هو بدقنه. انا بقى مش حرام عليك يا راجل يا ابو قلب حديد تسيبني انا وعيالك من غير ما تسأل فينا ولا تدفع النفقة اللي عليك؟ انت حكايتك ايه انت كمان؟ انا ابقى جوزك؟ ايه النبي ايه؟ خش في عبي يا واد خش. هي هتتبلى عليك يا خيني. ايوه بس يا عالم انكسفوا. ما هو استيحوا يا فندم. فيها ايه لو كنت عملت تحديد للناس؟ مش كنت اتعتقت من نفقة دستة عيال؟ يا شاويش والله العظيم انا ما اسميش بيومي، انا اسمي اسماعيل. الدقن والشنب دول عيرة اهم اديني شلتهم لك وادي وش الاصل. يا خبر يا حويس، هو انت؟ انا مين؟ المجنون اللي هارب من المروستات. وعرفتني ازاي؟ صورتك معايا ايه؟ يبقى مفيش غير الزوغان يا فكير. بتجري امسك الله يا اخواتي انا هتجنن. الشنطة كنت شايلة فيها ورقة ب10 جنيه، راحت فين بس ال10 جنيه؟ ايه حد لطشهم الشنطة؟ اجري وديني يا عم وصلني. اجري هو مين بقى ده اللي عايزه يجري يا سي يوسف؟ شم الارض وبرطع. حصان هايل، مكسبه مضمون 100% النهارده. حسان تبقى بقى سيادتك اللي لهفت ال10 جنيه من الشنطة. لهفت؟ لا استلفت. ايوه بقى يا استاذ يا محترم، تستخسر ال10 جنيه في مراتك عشان تديهم لحصان؟ يا له من حصان، وحياتك عندي بقالي 6 اشهر ادرس واعمل ابحاث عن الحصان ده، واخيرا تاكدت انه هيكون النهارده خبطه الموسم. الريال هيكسب 5 جنيه. تصوري بقى، عدي بقى، الجنيه فيه 5 ريال، يبقوا ال10 جنيه فيهم 50 ريال. 50 ريال في 5 جنيه ب250 جنيه. تصوري بقى. يا يوسف حرام عليك، ده احنا ما عندناش غير ال10 جنيه دول هنصرف فيهم لحد اخر الشهر. تقوم تاخدهم وتحطهم في سبق الخيل ونقعد كمان على الحديدة. حديدة ايه وصفيحة ايه يا ام عقل خشب؟ يوه زعلانة ليه مدام هرجع لك ال10 جنيه 250 جنيه؟ ايه ليه يا شيخ؟ انا ما صدقش ابدا الكلام ده. طب ما انت واخد الجمعة اللي فاتت 10 واللي قبلها 10 واللي قبلها 15 ولا رجعتش مرة واحدة من السبق معاك حاجة؟ ما هو علشان كده هلعب النهارده بال10 جنيه على شم الارض وبرطع. لا يا شيخ، النهارده هرجع الخساره اللي خسرتها كلها واكسب اكتر منها. يا ناس يا عالم، الراجل ده هيموتني من الغيظ، هيفرسني. يا راجل هات ال10 جنيه نصرف فيهم، ده الشهر ده 31 يوم. ان شاء الله يكون 66 يوم. انا هلعب على شم الارض وبرطع. صباح الخير يا جماعة. الله ايه الحكاية؟ انتوا كان عندكم ماتش خناق ولا ايه؟ اعمل ايه في بختي يا اسماعيل افندي؟ اعمل ايه في اسمتي اللي حكمت عليا اتجوز راجل امارتي مضيع اللي وراه واللي قدامنا على سبق الخيل؟ هو لسه فيه الداء المنيل ده؟ ايوه. حد عاقل يحط مستقبله بين رجلين حصان؟ ده غلطان جدا، ده مجنون جدا. انما انتوا النهارده يعني عندكم تأخير ربع ساعة. تأخير في ايه؟ في الخناق. انا اصلي بستعملكم منبه، كل يوم بصحى على خناقتك مع السيد جوزك 8 صباحا بالظبط. النهارده اتخانقتوا 8 وربع. انتوا ايه اللي اخركم؟ اعمل ايه يا اسماعيل افندي في اسمتي ونصيبي؟ ادي انت ساكن جنبنا بقالك سنة وواخد بالك من عيشتنا اللي كلها نكد وخناق وعكنانة، وكل ده من تحت راس سبق الخيل. لا حول الله يا رب. لا في الحقيقة هو ملوش حق يعمل كده ابدا. ثم علاوة على ذلك انا جاركم في السكن، يعني ابقى قريب جوزك وعارف انه بياخد مرتب 30 جنيه شهريا، يعني تقدروا تعيشوا كويس قوي بال30 جنيه دول. لا ده انا كمان باخد مرتب من وظيفتي 20 جنيه، يبقى دخلنا 50 جنيه في الشهر. مع ان اللي يشوف حالتكم يقول دول ناس في منتهى الكحيانة. جوزك ما بيغيرش البدلة المقيحة اللي بيلبسها يوميا لدرجة ان الموظفين كلهم مسميينه وحيد البدلة، ولا الجزمة اللي فردة سودة وفردة بني، ولا شعره ودقنه
اللي عاملين معاهدة عدم اعتداء مع المزينين. ولا انا يا حسرة عليا، فستان واحد اللي حيلتي وبقاله عندي 2 سنين، وكل ده علشان خاطر السبق. صدقيني انا لو كنت مطرحك ولاقي جوزي بالشكل ده لازم اقول له طلقني، ما اقعدش على ذمتك دقيقة واحدة. تصور يا اسماعيل افندي، كل اللي فاضل معانا من ماهيته وماهيتي 10 جنيه اول عن اخر لحد اخر الشهر، ومع ذلك خدهم عشان يلعب بيهم السبق. لا ده كلام فارغ، ده تصرف بايخ. انا لازم اكلمه، لازم اعقله. خلي الموضوع ده على الله. اهلا يا يوسف. اهلا اهلا. وحشني، ازاي احوالك يا ولد؟ الاحوال هنيني مقدما يا اسماعيل افندي. اهنيك. الاحوال النهارده هتبقى في منتهى العال. ايه الحكايه؟ النهارده هكسب 250 جنيه على الاقل. يبقى البقيه في حياتك. البقيه في حياتي؟ ليه؟ مش بتقول هتكسب النهارده 250 جنيه؟ تبقى لازم واحد قريبك مات وهتورثه. يا اخي مفيش حد مات ولا حاجه، فلا الله ولا فالك. ده انا هلعب ب10 جنيه على حصان جامد جدا، وال10 جنيه هيكسبوا 250 جنيه. يبقى برضه البقيه في حياتك. في ايه تاني؟ في ال10 جنيه. انت عقلك زي عقل مراتي بالظبط. الله. انا يا اخي ضامن الحصان اللي هلعب عليه ومتاكد انه هيكسب النهارده. يعني الحصان ادالك كلمه شرف انه هيكسب؟ يوه لا طبعا، انا بنيت حكمي على نتيجه الدراسه الفنيه. عايز تقول ان سيادتك خبير في البهايم؟ خبير في بهايم السبق، في الخيل يعني. في ناس كتير زيك كانوا فاكرين انهم خبراء في البهايم، واخيرا طلعوا هم اللي بهايم. ما تقعدش بقى تعمل لي فيلسوف يا اخي. ايه؟ الحصان ده اوتسايد، يعني مفيش ناس كتير هيراهنوا عليه، وبالشكل ده هيدفع كتير. انت بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يا اخي اذا كنت مالي ايدك من الحصان ده يا استاذ يوسف، انا مستعد اشاركك وراهن عليه. تعجبني. ايه؟ او انت دلوقتي قدمت لي الدليل الواضح على ذكائك. طبعا الواحد ما يصحش يضيع من ايده فرصه هيكسب منها. يلا بينا على السبق يلا. لا مفيش وقت. لا لا، واحد فينا اللي يروح والتاني يستنى. مفيش داعي للمصاريف مادام عايزين نكسب. خلاص يا سيدي، هات الفلوس وانا اروح لوحدي واجيب لك المكسب لحد عندك. خليك انت واروح انا اصل بقى بصراحة وش حلو، وكمان عايز اتفرج على السبق لان دي اول مرة اتفرج فيها على خيل. هات ال10 جنيه وانا راهن لك على الحصان بالنيابة عنك، ولا مش مأمني؟ ايه العفو يا اسماعيل يا اخويا، العفو. ده انا ثقتي ملهاش حدود فيك ابدا. خد يا اخويا خد، ادي ال10 جنيه يا ابو وش حلو. هات عن اذنك بقى. اسمع، ما تنساش اسم الحصان، شم الارض وبرطع. شم الارض وبرطع في الشوط الخامس. اطمن مش ممكن هنسى. عملت ايه مع جوزي يا اسماعيل افندي؟ اسكتي. عملت عليه ملعوب انما شربه زي الليمونات. والله ازاي؟ ضحكت عليه وقلت له ان انا عايز اشاركه في اللعب على الحصان اللي اسمه شم الارض وبرطع. ايوه. واقنعته انه يسلمني ال10 جنيه واروح انا السبق بداله علشان وش حلو. قام صدقني واداني ال10 جنيه. طبعا هعمل ان انا رحت السبق وهرجع له الساعة 5 بعد الظهر، هو يكون عرف النتيجة بتاعت السبق ولاقي السيد شم الأرض وبرطع ما كسبش ولا حاجة، وعندئذ هرجع لك ال10 جنيه. يا سلام. أما حتة فكرة إنما هايلة. الله يهللك. أنا متشكرة قوي يا اسماعيل الله أفندي. يخليك. بس تحلف لي بشرفك إنك مش هتروح السبق وإنك هترجع لنا ال10 جنيه. بشرفي وشرف شرفي وشرف أجداد شرفي. وعلى كل حال خدي ادي ال10 جنيه بتوعك من دلوقتي علشان تبقي ضمناهم. لازم اسماعيل افندي رجع من السبق، الساعة دلوقتي بقت 5. سعيد يا اخ. اهلا. شم الارض وبرطع عمل ايه؟ برطع يعني ايه؟ يعني خسر. مش ممكن، مش معقول ابدا. مش معقول ليه بقى؟ نابليون خسر الحرب، يبقى حصانك ما يخسرش السبق؟ ده ايه البخت الزفت ده؟ وحضرتك تقول لي ده انا وش حلو؟ ده انت وشك يقطع الخميله من البيت. حظنا كده، اصل انا راجل مستقيم ومحرم عليا اكسب في القمار، وهي توبه يا عم من دي النوبه. طب بس هنعمل ايه دلوقتي؟ ما عندناش ولا قرش في البيت. روق دمك يا سي يوسف، اسماعيل افندي راجل عاقل
ما راحش السبق ولا حاجة، ولا لعب على الحصان الخسران، واداني كمان 10 جنيه. يا سلام، بذمة يا تسمعيني الكلام ده؟ طبعا انا قلت لك اروح لوحدة عشان امنعك من اللعب، وبعد ما اديتني حضرتك 10 جنيه اديتهم للست بتاعتك. يا سلام، ابوسك يا اسماعيل افندي، ابوسك. يا سلام، تغوي رمرمه. اشكرك من كل قلبي. الو، اهلا سيد افندي، اهلا. نعم، مبروك على ايه؟ ايوه انا كنت هلعب على شم الارض وبرطع، لكن ربنا ستر. ها؟ بتقول ايه؟ شم الارض وبرطع كسب؟ الريال عمل 10 جنيه؟ يعني 10 جنيه كانوا يكسبوا 500 جنيه؟ الله ينكد عليك يا اسماعيل افندي، ضيعت من ايدي 500 جنيه. دي حاجه ما تزعلش ابدا يا اخي، ده انت لو كسبت كنت فضلت تلعب طول عمرك لحد ما تشحت، واظن الست بتاعتك معايا في الراي ده، ولا ايه يا ست هانم؟ لا انا مش معاك في الراي المهبب ده ابدا. ما دام جوزي قال لك تلعب بال10 جنيه يا بايخ، ما لعبتش بيهم ليه يا مؤذي؟ الله، انت دلوقتي بتتكلمي بالشكل ده ليه؟ تتحشر ليه في شؤون غيرك يا رزل يا تلم؟ ايوه يا ست، احنا مش اتفقنا على كده؟ اخرس بقول لك اخرس. يا اخي لو كنت كسبت المبلغ ده كنت اشتريت لي الست بتاعتي فساتين، اسوره ذهب. سامع يا وش الفقر؟ لا. سامع؟ غور من قدامي، مش قادره اشوف وشك، امشي اطلع بره. اي بقى ده جزاتي علشان انا قلت لكم على الخير. يا اخواتي انا غرضي مصلحتكم. بره. اي بقى ده جزائي عشان بعمل الخير لاصدقائي. اما حاجه تجنن. الو، هنا مكتب مدير شركة اكل وشرب ولبس. لا سيادة المدير لسه ما وصلش. انا عبد العاطي. لا 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 سكرتير ايه؟ لا 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 وكيل ايه؟ لا 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 مراقب ايه؟ انا الفراش. العفو يا فندم، العفو. مع السلامة. ادخل. سلام عليك. ايه ده مفيش حد. غريب قوي، لكن انا سمعت حد قال لي ادخل. الله، اما حاجه غريبه قوي. معلش اضحك على كيفك يا مامي. يا ساتر يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. مين اللي بيتكلم هنا؟ ايه مالك؟ لا مؤاخذه يا فندم، حصل لي شويه خوف. خفت يا فندم، خفت من ايه؟ اصل سيادتك ولا مؤاخذه طولك ما يزيدش عن 70-80 سنتي، وقاعد على كرسي طويل ارتفاعه 150 سنتي، وفوق كده الكرسي ظهره للباب، فطبعا افتكرت مفيش حد. مفيش حد؟ اذا حضرتك دخلت هنا عشان فاكر مفيش حد؟ لا يا فندم وشرفك، انا دخلت لما سمعت كلمة ادخل. كويس، يعني يبقى في حد. مظبوط، يبقى في حد. اذا علشان ايه بقى تفتكر انه مفيش حد؟ لان اول ما دخلت هنا ما شفتش حد، ودلوقتي بقى حس انك لقيت حد. خلاص يبقى موجود حد. وتطلع مين بقى؟ قول لي بقى. حد يعني ايه حد؟ حد يا فندم يعني عطلة. هو يوم الحد مش من ايام العطلة؟ والجمعة كمان عطلة. تقدر حضرتك تحسبني زي ما انت عاوز، حد جمعة زي ما يعجبك. ازاي بقى؟ لان محسوبك عطلة على طول. يعني عاطل. بكل جدارة يا فندم. وعايز ايه بقى دلوقتي؟ عايز اقابل سيادة المدير. المدير؟ ايوه المدير. فيها ايه دي؟ شخصيا وحرفيا. هو مش هنا؟ اديك شايف كويس، لانه لو كان هنا ما كناش انا وانت نبقى هنا. ازاي؟ في مكتبه يعني. هو ده مكتبه؟ مال الله، عايزه يبقى ايه؟ لا معرفش، بس بسأل. وهيرجع تاني بالسلامة امتى؟ هو مين؟ الله، سيادة المدير. الله، طبيعي هيرجع تاني، الا اذا كان بقى مش هيرجع. يعني اذا كان هيرجع تاني يبقى هيرجع تاني، واذا كان بقى مش هيرجع تاني يبقى مش هيرجع. اديك فهمتني. انما قول لي بقى،
انت بتسألني اسئلة كتير قوي كده ليه؟ عدم المؤاخذة، حضرتك تبقى مين؟ انا الفراش الخاص للسيد المدير. لا بشاير حلوة قوي. اذا كان الفراش بيكلمني بالعجرفة دي، امال المدير هيكلمني ازاي؟ لازم بالمقشة. ايه بقى اللي انت عايزه من سيادة المدير؟ والله انا جاي علشان وظيفة، اي وظيفة. ما تتعبش روحك. ليه كده؟ انا بقالي 8 سنين في الشركة دي، عمري ما شفت المدير وظف حد. لكن يا حضرة انا راجل قنوع، ارضى بقليلي، حاجة يا دوبك كده على قد مصاريفي. انت ما عندكش حاجة ابدا؟ عندك ايه؟ 3 عيال وامهم وابوهم اللي هو انا. مسكين. لكن مع الاسف ارجع واقول لك انك هتطلع من هنا قفاك يا قمر عيش. معنى كده اني هاخد على قفايا لحد ما يولع؟ بالظبط كده يا اخي. ده ايه ده انا معايا جواب توصية للمدير يا فندم. توصية؟ طب وريها لي. اهي. عال دي من شخصية محترمة ليها تأثير كبير على المدير. ياما شيء غريب خالص. ايه ده؟ نفسي مكتبي انا. المدير يا جدع انت زرر جاكيتة لمع الجزمة بزرر ويضرب سلام ابتسم اضحك. اشرقت الانوار يا سيادة المدير الخطير الامير الكبير. ايه ده؟ وعيتك سودة، وعيتك مهببة يا عبد العاطي. انا نبهت عليك 100 مرة، بل 100 مليون مرة، اني مش عايز حد يخش مكتبي. ازاي تدخل الشخص ده؟ اصل يا فندم الجدع ده اتكلم. ايوه، ما هو انا اقول اهو. اصله كان عايز يشوف جناب المدير، فعلشان اوري له ان جناب المدير مش موجود فلازم اخليه يدخل علشان يعرف ان جناب المدير مش موجود. طبعا. ايوه طبعا. انت عمرك ما تتعب في اختراع الاعذار. ايوه يا فندم. اتفضل اخرج بره. يلا. حاضر يا فندم. حاضر. يلا غور من وشي جاتك داهيه. يا نهار زي بعضه، ده خد معاه جواب التوصية بتاعي. هعمل ايه دلوقتي؟ نعم يا حضر. ايه؟ اتكلم بسرعة، اتكلم من فضلك، الوقت من ذهب. عايز تقول حاجة؟ ايوه. انت انا عايز. فاهم. عايز تقول حاجة قولها وخلصني. يا فندم هو انت مديني فرصة اقول حاجة؟ حلمك يا اخي، ده انت وشك يا سيدي اتكلم. الله اتكلم. عايز تقول ايه؟ اتكلم انت. طب انا هتكلم اهو. انا هنا يا فندم جاي اشوف اذا كان ممكن يعني يعني ايه؟ خلصني. يعني علشان وظيفة. ايوه يا فندم، ربنا ما يحرمكش من نظرك. طب يا اخي ما تفسر كده كويس. عندك توصية؟ اقول ايه بقى؟ الفراش لطشها مني وخرج. يا حضرة المدير عايز اقول ارجوك. ايه؟ ارجوك بلاش شرح. فين التوصية اللي معاك؟ مش معايا. مش معاك. طب يا اخي ما تقول انها مش معاك. اتفضل اقعد. لا يا فندم هو كده كويس. سأقعد يا فندم، سأقعد. يا سلام. تصور اني بقالي 10 سنين مدير لشركة اكل وشرب ولبس، ما فاتش ولا شهر واحد من غير ما يتقدم لي شخص عايز يتوظف ومعاه جواب توصية. خلاص زمن التوصيات دي انتهى يا فندم. المهم عندي الكفاءة، العمل، الإخلاص. اسمك ايه؟ اسماعيل ابو نبوت جزر. اسمع يا جزر يا فندي. نعم. انا اللي يلزمني راجل ذكي، راجل شغال، الله يخليك، راجل متحمس، الله يحفظك، راجل يكون عنده الشجاعة الكافية علشان يتقدم بدون توصيات. عشت. لأن اللي بيجيب توصية من حد بيكون شخص فالصو ملوش أي ثقة في نفسه. اطمن يا حضرة المدير، أنا عملي هو اللي يوصي عليا، أنا مش محتاج لتوصية من حد. الحمد لله الفراش خدها معاه وزع. عظيم. عظم الله أجرك يا فندم. أنت الشخص اللي يلزمني. ربنا ما يقفل لك شركة يا فندم. أيوة، تقدر بقى تستلم وظيفتك من دلوقتي. يا ما أنت كريم يا رب. مين؟ عدم المؤاخذة يا جناب المدير. يا منجي يا رب، ايه اللي جابك يا وش النكد؟ ايه عايز ايه يا عبد العاطي؟ اصل الاخ يا فندم نسي معايا حاجة ايه؟ انا ماليش عندك اي حاجة يا جدع انت. ازاي مالكش حاجة ازاي؟ الله انت نسيت الجواب بتاعك ده. اخرس
انت ازاي تدخل هنا من غير ما تخبط على الباب؟ لا انا خبطت على الباب. لكن ما حدش قال لك تدخل ليه؟ اتهوى من هنا، اطلع بره. طالع الله، بس بعد ما اسلم الجواب للمدير. اتفضل يا فندم الجواب ده علشانك. لا ما تاخدوش يا فندم، ده جواب فالصو. هات ما تضيعش وقتك. استنى لما اقراه. ما هو لو قريته انا كمان هقرا الفاتحه على روح الوظيفه. ايه ده؟ جا روح نفذ توصيه ده. اطلع بره يا فندم. اصل الحكايه بره. اسمعني دقيقه بقى. اصل الحكايه بره. ايوه يا فندم، اصل الحكايه. ايه ده يا فندم؟ اصل الحكايه بره. يا استاذ يا مخرج الحلقات، هقول لك انت بقى اصل الحكايه. بره. خلاص بره. بخت كده يوم ما الاقي وظيفه يطلع المدير ذمته نظيفه. انا مجنون. انا عاوز اروح عند امي. اللي ما شفتش خيبة تعالى اتفرج هنا على خيبتي. يا اللي ما شفتش خيبة تعالى اتفرج هنا على خيبتي.